السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله رايحين نديروا مع بعض ملوخية على أصولها. إذا كنتي من محبي الملوخية ولا كنتي حابة تعرفي كيف ما طيب الملوخية حارة ومثومة ومفحفحة، تبعي هذا الفيديو للأخير. رايحة نعطيك أسرار نجاح الملوخية مع سر البنة تاعها، يعني هايلة. مرحبا بلي زابوني اللي دخلوا معي جدد، ومرحبا بالقدم ايضا. حاولوا انكم توصلوا لي هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات لاول مرة تشوف قناتي، واذا عجبت قناتي ابوني وفعلي الجرس ولا سبسكرايب. ومرحبا بالجميع. نبداو بسم الله على بركة الله في المقادير. عندي بصلة كاملة مع راس كامل تاع ثوم رحيتهم مع بعض، ضفت عليهم حبة طماطم كبيرة تكون طايبة ومثومة، ومغرف كبيرة ونص طماطم مصبرة. هنا كما راكم تشوفوا ضفت انا الداند هنا. اللي تحب تضيف اللحم يعني غنمي ولا بقري ولا دجاج رايحة تجيب بنينة بانواع اللحوم كامل. يعني اصل الملوخية الطيب بالكرشة تاع الخروف، وكل واحد الذوق تاعو. هنا ملحت الملح، ماذا بيكم ما تكثروش بزاف، الملوخية ما تحبش الملح بزاف، ملحوا عادي يعني ما تزيدوش بزاف. هنا الزيت كما راكم تشوفوا ضفت كونتيتي حتى تغطت معي هذيك البصله والثوم، تغطى معي كلش، حوالي كاس كبير معمر مليح تاع زيت. هنا ونخلط كامل المكونات مع بعض بسكي تتشرب الملوخيه الزيت كي تكون تتقلى، ونحطها على نار تكون متوسطه ونخليها تتقلى شويه. يعني ميز ما تهز هذيك الغليه الاولى نضيفها باكي تاعي تاع الملوخيه. انا استعملت الفواحه، كاينه الذواقه وكاينه ايضا الملوخيه فراك. يعني كل ملوخيه كيف ما ديروا الكونتيتي البيضاء، يعني ساشي كافيه. كل واحد كيف ما يطيبها وكل واحد الطريقه تاعو كيفاه. الملوخيه عندها زوج طرق اللي تطيب بهم، يعني هذه الطريقه اللي تعطيني نتيجه افضل، وهذه الطريقه سهله. هنا نخلط كامل المكونات مع بعض. هذه المرحلة مهمة، خلطوا بيها حتى تدخل الملوخية في هذاك الزيت كامل. في المرحلة هذه تنقصوا للنار خلاه وتخلوها تتقلى بيان كما راكم تشوفوا. لازم النار تكون ناقصة، اذا قويتوا في النار راح تتحرق معاكم. نقصوا فيها خلاه، وممتون الماء اللي تمرقوا به راهو قاعد يسخن البنات. شوفوا هنا راها تقلات معايا مليح، ونزيد نحركها بيان ونغطي لها. بالنسبه للناس اللي تقول الملوخيه راها حنه، الملوخيه اول حاجه حشيشه وعندها فوائد الملوخيه كما راكم تشوفوا مهدئه للاعصاب، تحتوي على فيتامين باجيم، تحتوي على مواد مضاده للاكسده. ملوخيه هايله. وبالنسبه للناس يقولوا الملوخيه ما يجيش فيها الكمون، فيها مكتوبه في الباكي بعد باللي الملوخيه يجي فيها الكمون. بالعكس كي نضيف مغرف صغيره تاع كمون حتعطيني بنه هايله. شوفوا هنا راها تقلت معايا بيان وشربت معايا هذاك الزيت كامل. الملوخيه لازم تتقلى مليحه البنات باه من بعد وتتمرق بالمسخون، باه من بعد تطلق الزيت تاعها كامل وما تعبكمش. هنا مرقت شويه بالمسخون، وحاولت اني نحل هذيك الملوخيه في الماء بيان، تما راها لاصقه كامل في بعضها. نحلوها هنا كما راكم تشوفوا. انا درت في لاكوكوت بيسك انا دايره هنا الداند، ولا اللي يدير الخروف ولا البقري يدير كوكوت. بشرط البرمه تاعكم ولا الكوكوت تاعكم لازم تكون ما تلصق. الملوخيه طبيعتها تلصق، مي كي تكون البرمه ولا الكوكوت ثقيله راها ما تلصقش وتحصلوا على نتيجه مليحه. يعني دير الدجاج مش محط مطيبها في لاكوكوت، ديرها في كاسرول عادي وتكون سي ما تلصقش باه اشاك فوا تحللها وتحركها. انا نضيفوا لي زيبيس تاعنا. درت مغرفه صغيره كمون ومغرفه صغيره سكر محتم السكر دي فطيحوا في حشيشه تاع ملوخيه تكون مره، ومغرفه صغيره كركم، ومغرفه كبيره ونص راس الحانوت. هنا بالنسبه للكرويه الحمراء الحاره ولا الحلوه تحب تضيفوها في الاول ولا في الاخر. انا نفضل اني نضيفها في الاخير على جال الاولاد، نديرو حساب الاولاد. هنا بعد ما ضفت لي زيبيس تاعي راني نمرق حتى للحد اللي راكم تشوفوا فيه. نمرقها بيان بيسك هي راها تدي معكم وقت في الطياب من 3 سوايع حتى 5 سوايع، كل ملوخيه وكيفاه وكل حشيشه وكيف ما.
بالنسبة للثوم والرند والفلفل راح نقولكم وقتها نضيفوهم. هنا نخليها على نار قوية حتى تغلى معايا كيما راكم تشوفوا هنا، ماهيش راها تسيح معايا ولا حاجة، كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما تغلت نقص خلاه في النار تاعي ونقفل على الكوكوط ونخليها تطيب في عقلها. كل ما طابت الملوخية على نار هادية ودات وقتها في الطياب رايحة تجيكم بنينة، ما تزربوهاش ما تشلفوهاش وما تزيدولهاش النار قوية. هنا بعد كيما تشوفوا طاب معايا اللحم ونقصت معايا لاصوص طول، ضفت حبة كبيرة طماطم، تقدروا تضيفوا حتى 3 حبات طماطم كيما راكم تشوفوا، تحلوهم غير في النص برك وتحطوهم ومعاهم 2 سنات كبار تاع ثوم. هذا سر، هذه سر بنت الملوخية، كي تزيدوا فيها الثوم في الاخير ايضا، وتزيدوا فيها 2 وراقي طارن والفلفل الحار. احنا نخلط بيا ونخلاها هنا دايما على نار هادية، هنا تكون نار هادية ونغطي لها ونخلاها تطلق هذيك البنة تاع الفلفل، ونبقى نحرك اشاك فوا راني نحرك ما ننساهاش باهم كتلصق معايا. ولا ملاحظة هنا مازلت ما طابتش معايا الملوخية، جامي تحطوا الملوخية في الصحن وهي ما طلقتش الزيت تاعها، احنا هنا كثرنا الزيت باينه ماهيش طايبه. درك شوفوا خرجت معايا نقاط تاع زيت، هنا راها بدات تصفي معايا يعني تخرج الزيت تاعها. نقص لها خلاه وخلاها في راحتها. اذا طولت بزاف وما طلقتش الزيت تاعها رايحين نضيفوا كيمياء تاع نعناع يكون يابس، تفتوه في الملوخيه كميه برك مش حاجه باه تعاونكم باه يطلق الزيت، باه تطلق الزيت تاعها فاسيلمون. مي لازم تكون النار ناقصه، اذا قويتوا في النار راها تتحرق معاكم وما طلقش الزيت تاعها، راها تحب وقت في الطياب. ان شاء الله نكون كفيت ووفيت يعني في هذه الوصفه، وان شاء الله نكون عطيتها حقها. صراحه الملوخيه هايله، شوفوا ربي يبارك. هنا طلقت معايا الزيت تاعها، هنا راها ما نقولوش طابت، هنا تسمى راها صفات وبدات الطيب. شوفوا هنا نعاود نغلق لها مره اخرى ونخليها دايما على نار هاديه. هنا نحيت حق الولاد برك، خليها على نار هاديه وضفت معاهم هنا في الاخير الحار. شوفوا البنات خليها على نار هاديه، ضفت عليها نص حبه جنبو دجاج راح تزيدها بنه على بنه. كي تخليوها على نار هاديه رايحه تزيد تختار معاكم وتعطيكم نتيجه هايله. هنا الملوخيه تاعي راها تهبل، ريحتها تشهي وبنينه ومثومه وحاره، ماهيش هذيك الملوخيه الصفراء ولا الخضراء اللي شتي اذا خليتها صفراء وخضراء وماهيش طلق الزيت تاعها تعطيك لا كولير. هذه في الاخر لازم تطلق الزيت وتكون في النوار الملوخيه، يعني هنا طايبه 1000% وبنين عسل. اذا خليتها هكذاك خضراء ولا صفراء مش طايبه طول الملوخيه تاعك وماهيش ماخذه وقتها قد في الطياب. هذه النتيجه الاخيره تقدمها مع مطلوع. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. مع السلامه.